السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لو كل الهلا بيكم في فيديو جديد. اليوم راح نقدم لكم مثل ما وعدتكم بخير فيديو مسواق رمضان. قبل يوم يعني فيديو التوابل او البهارات كنت راح اقدم لكم يعني شوية سلسلة من الحلويات، شوربات، اكلات، يعني شلون نقول الراوسة. فقلت لكم هذا الموز راح اقدم لكم به حلا كلش طيب، الا وهو حلا الاسطنبوليه. لكن قبل لا نبدي مثل كل مره، اذا كانت هاي اول زيارتكم لقناتي اتمنى تشتركون بالقناه وتضغطون على لايك وتفعلون الجرس حتى يوصلكم اشعار كل وصفاتي اللي اقدمها ان شاء الله. ادعمونا ضغطونا على اللايك بايدكم الكريمه ودعمونا الفيديو والقناه. بسم الله نبدا. هسه هنا أنا عندي هاي النوعيه من البسكويت الشاي او بسكويت الشاي كخطوه اولى. انتم اي نوعيه من عندكم حسب يعني، بس المهم يكون يا شويه حلاته قليله. كسرته بهاي الطريقه، يعني تكسير وسط. وزعته بالطاسات هاي او الكاسات هاي كخطوه اولى. هسه راح ننتقل للخطوه اللي بعدها، خليكم وياي. هنا أنا عندي موزتين، بس الموزتين يعني مو هو يعني استخدمتهن تازه، لا شلون نقول احنا شويه مستوياه زايد. موزتين مستويات زايد، مو تستخدمونهن يعني بعدهن التازه، لا التازه ما بيهن ما راح يكونن طيبات بهذا الحلي. استخدموا موزتين اللي يكونن شويه مستويات. شوفوا يعني حتى من هرستهن باعوا اللون مالتهن، شوفوا مستويات زايد. بعد كلكم تعرفون هذا الشيء. واعتذر لان ما صورتهن، كان المفروض قبل لا اهرسهن اصورهن. يعني تشوفون موزتين مستويات، احنا نقول عنهن مستويات زايد او ماخذات ناضجات شويه ازيد من اللازم. مو تجيبونهن تازه، لا ترسونهن تقشرون وترسون بالشوكه. هنا انا راح اخلط على البارد نص قلاص من الشكر او السكر، ونص كوب او قلاص من الحليب البودره، او قلاص كامل من الطحين الابيض طحين الصفر، ولتر من الماء ما يعادل. انا هنا خليت لتر بصراحه. وهنا عندي هاي العلبه الكبيره مال القشطه راح اخذ نصها. انتم اذا صغيره استعملوا وحده كامله. وظرف ظرف فانيلا. ومثل ما قلت لكم اهم شيء يكون ان الموزتين شوي مستويات زايد، يعني مو بعدهن تازه ولونهن لون القشر مالتهن اصفر، لا تعرفون يعني من تجي السلعه شويه او الحاجه مستويه ماخذه لون شويه على يعني كاكاو او هيك يعني بهاللون هذا راح يطعم طعم احلى. هسه راح اخلط على البارد الماي والحليب والطحين والبيكنج باودر والشكر وارجع لكم. هسه انا ضفت المي، الحليب، الشكر او السكر، الفانيلا والطحين. لازم اخلطهم على البارد خلط جيد بحيث يعني ماكو بيه اي تكتلات. القشطه ما اضيفنها هسه، بعدها يعني اخلطه خلط جيد وارجع لكم. وهنا أنا مثل ما تشوفون خلطت المواد السائله العفو الجافه كلها، يعني حتى المي ضفته، يعني ضفت السكر، الطحين، الفانيلا، الماي، يعني ما بقى بس القشطه. وهاي المقادير اللي ذكرتها وجاي اشتغل بها انا وحضرها راح اذكرها لكم ان شاء الله كلها بصندوق الوصف. وايضا انتم تقدرون تضاعفونها. واعتذر منكم مره ثانيه لان ما شوفتكم الموزه، لان هي يعني فد شيء عادي يعني تكون مستويه. بعد تعرفون كلكم شخص يعني تكون مستويه، يعني مو تكون خربانه ومعفنه، لا مو هذا مو لهالدرجه، بس تكون شويه ماخذه لون يعني مستويه ازيد من اللازم. هاي راح تعطي طعم كلش طيب، وتكون بيها يعني الحلاوه وكميه السكر ازيد من الموزه التازه او الفريش. هاي شوفوا خلطت المواد جيدا. هسه راح انتقل انا وياكم للطباخ. طبعا تخلونها على الطباخ على نار وسط، والتحريك راح يكون مستمر ابدا، ما تركون ايدكم من غلفه. تحريك مستمر لحد ما تبدي يعني تفور، مو تسخن، عفوا مو تغلي، لا اول ما تبدي تسخن انزل عليها القشطه. هسه راح ابدي احرك بيها لحد ما يعني تبدي تسخن. ابد ما تركون ايدكم منها حتى من تسخن، حتى من يكون عفوا القشطه ما تركون ايدكم منها. هسه راح اول ما اشوفها بدت تسخن اضيف القشطه وارجع لكم. طبعا مع التحريك المستمر بدا يسخن عندي. شوف ابدا ما رفعت ايدي من عندها. هسه بهاي المرحله راح اضيف النص علبه من القشطه، لان القشطه العلبه كبيره راح اضيف النص. طبعا النار على الوسط ما تنسون، ويعني اجينا نسويها جيدا. بعدها انزل الموزتين اللي هرستهم وارجع لكم. طبعا المفروض بالخطوه الاخيره من شفنا يعني الاسطنبوليه بدات تدخن وضفنا نص علبة القشطة، نضيف الموز اللي مقطعينه دوار. لكن أنا مثل ما قلت لكم اختصرتها على نفسي، وبعدني مصرة يعني
نفس الشي، هي ما يختلف. فاختصارا للمواعين والصحون لا تصير كثيرة عليه هي هاي الطريقة، بس شي واحد هو يختلف. هاي الطريقة من الصبونة بعد يعني شوية وتدفي راح تظهر قطع الموز. شلون هسه هاي شوفوا يعني يظهر لون الموز، هاي لا اكثر ولا اقل، بس الطعم نفس الطعم. هسه راح اخليها بكاسات التقديم وارجع لكم. وهذا حلانا الطيب. طبعا التزيين كمل، التزيين راح يكون حسب الرغبة. انا زينته بالدارسين المطحون او القرفة، وزينته بالكشمش او الزبيب، احنا نسميه كشمش بعد ما اعرف انتم شو تسمونه. ومثل ما قلت لكم زينته بقليل رشة من القرفة المطحونة او الدارسين المطحون، وايضا من الكشمش او الزبيب، وخليت له يعني ورقات قليلة على كل كاسة، ورقات قليلة من الورد المحمدي يعطي ريحة وطعم كلش طيب. وايضا هاي صارت الكاسة وبعد بي كاسة طبعا، وطعمه وريحته ما اوصف لكم، فشي رهيب. ومثل ما قلت لكم الموستين لازم يكون شوية يعني شلون نقول احنا مستويات. ليش؟ لان يكون بيهن كمية السكر اكثر بالنسبة لكمية الشكر او اللي انا ضفتها. تقدرون انتم تخلطونها وبعدين تتذوقونها. اذا تحبون تضيفونها بعد تكون احلى، هذا الشيء حسب رغبتكم. لكن على هاي المقادير اللي ذكرتها، نص كوب السكر على الموستين اللي شوية مستويات زايد، طعمها كلش طبيعي، يعني لا حالية كلش ولا يعني فاهية ما بيها حلا. والتزيين مثل ما قلت لكم حسب رغبتكم. انا ضفت رشة من الدارسين المطحون او القرفة عفوا، ويعني حبات من الزبيب او الكشمش، احنا نسميه بالعراق كشمش، مو حد يقول لي شنو الكشمش، انتم تسمونه زبيب، احنا نقول عليه كشمش، خصوصا اهل البصرة ما نعرف نقول زبيب، كله كشمش. فالمهم رشة من الدارسين المطحون او القرفة المطحونة، وشوية من او قليلة من الكشمش او الزبيب، وطبعا وزينته بالورق المحمدي. التزيين حسب رغبتكم، اذا ما تحبون تضيفون ورق محمدي او كشمش او زبيب او اصلا القرفة اصلا ما تردون تضيفون، هذا الشيء حسب رغبتكم. اذا تحبون تضيفوا لها مثل اي نوع من المكسرات، فستق حلبي، جوز، لوز، اي شيء حسب رغبتكم. تحبون تاكلونها بدون اي اضافه اي يعني للتزيين، هذا شيء حسب رغبتكم. تحبون يعني تزينونها بجوز مبروش الهند الابيض الملون، هذا شيء حسب رغبتكم. وهاي الكاسه ايضا هم خليت لها قليل من الدارسين والقرفه المطحونه، وقليل من الزبيب، وايضا ورقات قليله من الورد المحمدي. وهذا كان فيديونا لهذا اليوم، وهاي وصفتنا لهذا اليوم. اتمنى يعجبكم الفيديو، واذا عجبكم الفيديو لا تبخلون علينا باللايك والاشتراك وتفعيل الجرس، تعليقاتكم الحلوة، واللي شاهد قناتي لأول مرة طبعا وان شاء الله يعجبه محتوى القناة تكرم علينا باللايك والاشتراك، تفعيل الجرس وتعليقاتكم الحلوة. اترككم في امان الله وحفظه، مع الف سلامة.